يلا بينا بقى النهارده نعمله، بس ما كنتش حقيقي متخيله انه بمنتهى السهوله دي. ما خدش معايا بالظبط 10 دقايق. ليه حق يكسر الدنيا. حلى الحطب. الوصفه دي وصفه خليجيه، بس طالعه ترند ومكسره الدنيا. قلت لا، لازم اجربها. يلا بينا نسمي الله واقول لكم عملته ازاي. اول حاجه عندي جبت الطاسه، نزلت فيها بنص كوبايه من حليب البودر، رفعته على نار هاديه جدا مع التقليب المستمر، لازم ايدك فيه لغايه لما ياخد اللون الذهبي. بعد كده هجيب الكبه، انزل فيها باتنين باكت بسكوت. بسكوت ساده خالص، انا استخدمت النوع اللي انتوا شفتوه ده لما يطحن معايا ناعم خالص. نزلت بالبسكوت ونزلت عليه كمان بالحليب البودر اللي حمصته بقى لونه ذهبي بالشكل ده، ونزلت عليهم بمعلقه كبيره من القشطه اللي هي وش اللبن او اي نوع قشطه عندك، وهنزل كمان بنص كوبايه من الحليب المحلى المكثف. انا عاملاه في البيت وعاملاه بدون حليب بودر. لو عايزين المقادير قولوا لي وانا هكتب لكم في الكومنتات. بعد كده بنزل بيه بالتدريج، اخد معايا نص كوبايه كلها. عجنته بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ أقسمه 3 قطع. باخد كل قطعة وابدأ اعملها رول زي البقسماط بالظبط، بس بقى وانتي بتعمليه رول مش ترفعيه قوي ومش برضو تسيبيه تخين قوي. حاولي تعمليهم التلاتة قد بعض. هبدأ بقى اجيب الشوكولاتة خام بسيحها على حمام مائي عليها معلقتين من الزيت، وابدأ لما تسيح معايا خالص هبدأ اجيب الشوكولاتة وهدهن بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بالفرشة بقى بتاعتك علشان تدينا شكل الخشب كده بالظبط. ونبدأ ان احنا ناخدها كده اول مرة. طبعا الجو تلج تلج فعلا، فمش محتاجه انك انت تدخليها التلاجة. لو بتعمليها بقى في الصيف خلاص دخليها التلاجة طبعا عشان الشوكولاته تشد معاكي. انا خلصت التلاتة، عملت اخر واحده، رجعت تاني لاول واحده عملت عليها دور كمان بالشوكولاته عشان يديني شكل التجزيعه بتاعه الخشب او بتاعه الحطب. بعد كده قلبتها بمنتهى السهوله خالص، طبعا بعد ما الشوكولاته مسكت عليها ده كله وانا شغاله في المطبخ، ما دخلتش التلاجة خالص لان الدنيا برد فهي بتشد معايا سريعا. بعد كده بسيبها كمان 5 دقايق 10 دقايق تشد معايا، وهبدأ ان انا اقطعها قطع بالشكل ده كده. يبقى انا دهنتها من اول مرة، قلبتها من الناحية التانية كمان، سبتها تريح معايا شوية 5 دقايق بس الشوكولاتة تشد، وبقطعها بمنتهى السهولة. طيب النتيجة ايه؟ النتيجة مبهرة. النتيجة حلوة قوي قوي قوي. يعني اوعدك ان انت لو جربتيه مرة لا مش هتعمليه، هتعمليه كتير. انا صراحة انا هعمله كتير وهعتمدها الوصفة دي عندي. وحلو قوي الترند الخليجي اللي طلع ده، وكويس قوي ان انا جربته. انا مش بتاعه ترندات قوي، بس يعني بحب اجرب. بس حقيقي فعلا يستاهل ان انت تجربي، يستاهل ان انت تعمليه. وصفه سهله وبسيطه جدا والنتيجه تحفه. انا الولاد عندي قالوا لي طعمه قريب قوي كده من المندولين شويه، بس هو فعلا طعمه حلو قوي ومميز جدا. جربيه هيعجبك جدا.